لو ما شفتش حاجة حلوة النهارده تعال شوف جمهور الزمالك الجميل عامل ايه في أرض العزة والكرامة. قلب غزة وأرض الحصار بنستقبل رسالة حب جاية من بعيد من جمهور مش عادي، جمهور بيشجع كورة وبيشجع إنسانية، من أعظم جمهور في الوطن العربي وفي مصر جمهور نادي الزمالك. اليوم مش بس بنطبخ وجبات، بنطبخ رسالة إنسانية من جمهور غير عادي، والدعم هاي المرة جاي من قلب مشجع. كل وجبة فيها حب وفيها أمل وفيها جمهور ما بينسى غزة. من قلب غزة أوجه التحية لهذا الجمهور، أعظم جمهور في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، نادي الزمالك المصري. بوجه لهم كل التحية، نشكركم ونقول لكم أن هذه الأمانة وتبرعكم وصل إلى النازحين المجوعين في قطاع غزة. عودنا هذا الجمهور أن يكون له دور إنساني وإغاثي، فكل التحية لجمهور نادي العريق الذي وقف مع أهل غزة في هذه المحنة وفي هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وبنحكي لهذا الجمهور دمتم ودام عطائكم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نسأل الله أن من كل الجمهور، جمهور كرة القدم في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، أن يحذو حذو جمهور نادي الزمالك الذي عودنا على المفاجآت وعلى هذه المبادرات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى قطاع غزة. شكرا جمهور الزمالك، شكرا لعشاق الزمالك أينما كان وأينما تواجد. من غزة بنرد التحية لجمهور الزمالك، لأنكم جمهور إنساني وجمهور قضية. تفضل، هاي وجبة غذائية مقدمة من شكرا لنادي الزمالك ومن أحد مشجعين الزمالك.